السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. آه أنا النهاردة هعمل معاكم الخضار المشكل ده بخلطة تحفة، أول مرة تشوفوها. بس رجاء تعملوا لايك واشتراك وتشرفوني بتعليق وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة بعملها. ده كرفس كنت شايلاه في الفريزر، وهنا ده بصل 3 بصلات بس ممكن نزود بعد كده. الجزر متقشر، فلفل أخضر. هخرط معاكم الجزر وخرط الخيار، كل القطع تقريبا قد بعضها. القرنبيط، البصل حلقات دوت برضو كأنه التتبيلة بتاعته، يعني مش بصل كتير. وبفك الحلقات من بعضها. وهنا قطع اللفت. هنا كل الكمية تبقى قد بعضها، او حتى الخيار كله هيستوي زي بعضه. وهقول لكم ايه اللي بيخليه يستوي حلو، ايه اللي يخليه يقعد معاكي فترة طويلة ما يستويش يتهري ولا يبوظ منك حتى بعد ما تفتحيه وتستعمليه. ده اختبار الملح. البيضة لما تعوم كده على الوش يبقى يعني مش تعوم قوي، بس تبقى قبة شوية، يبان جزء منها كده، يبقى الملح بتاعنا مظبوط. وبعد كده اروح حاطة معلقتين سكر عليها وشطة عشان اعوض ان مفيش فلفل اخضر كتير. والثوم، التتبيلة بقى بتاعتنا التحفة: ورق لوري، زعتر، فلفل صحيح، شطة. واقلبهم كده وادعكم في بعض. وبعد كده احطهم على الكمية اللي انا عاملاها دي كلها واقلبها. وبعد كده حبايبي وانا بحط في البرطمان اقطع عليه الليمون شرايح. والقرنبيط بقى طبعا ده بيبقى تحفة جميل قوي، نقطعه برضو كده بأحجام متساوية معاه ونقلبه. وكل كمية حسب اللي موجود عندك، يعني ما بتلتزميش ايه اكتر ايه اقل، لا هو مشكل بيستوي كله حلو قوي وبيظبط. واللي بيظبط الطعم بتاعه والتسوية بتاعته ويخليه يقرمش او يقرش، ما يبقاش دبلان قوي، معلقتين السكر اللي بيتحطوا على الملح بعد ما نعمل اختبار البيضة. انا هنا بقلبه. واهم حاجة في الحكاية دي ده فنجان خل. اهم حاجة ان احنا نقفله كويس قوي. هقول لكم تعملوا اختبار القفل الكويس ازاي. هنا البيضة بصي لما تعمل على الوش دي كمية تاني مرة تانية برضو. حط بقى الملح، معلقتين سكر، على حوالي لترين مية. الكمية هنا اكتر شوية. فنجان ونص خل. البرطمان التاني ده حطيت عليه برضو معلقتين سكر وفنجان خل واحد. هنا برضو عملنا الكمية بتاعتنا: شرايح ليمون على الوش، ورق اللوري، الفلفل الأسمر، الزعتر، الكرفس. حتى لو الكرفس عندك في الفريزر تعصريه من ميته وتروحي حطاه، بيدي طعم وريحة حلوة قوي. كل الحاجات دي ما تخلوهوش يبوظ معاكي. اول ما تلاقيه استوى شيلي في التلاجة. لو الدنيا بقت حر شيلي في التلاجة. والزيت طبعا من على الوش. وانا هوريكوا هقفل الجردل ده ازاي، لانه ملهوش الغطا بتاعه مش موجود، فهتشوفوا انا هكبسه ازاي. لو وصلتوا لغايه هنا معايا اعملوا لايك واشتراك وشرفوني بتعليق وفعلوا الجرس. يسعدني قوي تعليقاتكم ودعمكم ليا، بجد بشكركم. بشكر كل اللي بيشوفني حتى لو ما عملش لايك ولا اشتراك، انا بجد بشكركم. كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوفوا هنا برضو ده الاختبار، لان ده مش غطا الجردل ده نفسه، ده غطا علبة حلاوة لوحده كده. ودي الكمية اللي احنا عملناها. هنا هقفل ديت خلاص. انا شلت الطبق اللي انا كنت حاطه اختبار. هنا دلوقتي حطيته تاني عشان احط الزيت، يعني هنشف كويس قوي. لو عندك استريتش يكون احسن، هيقفل كويس قوي. بس الطبق ده بدل ما احط بلاستيك على المخلل نفسه، عشان الفراغ اللي بين الغطا وبين المخلل نفسه. وبعدين اقفله كده كويس قوي كده. مني بقلبه على بعضه. هو طبعا متقلب كويس وكل حاجة، بس ده
اختبار ان مفيش مية نازلة منه، وبنحطه في الرخامة بتبقى متلجة قوي، ممكن نحطه على فوطة على جرنان عشان يبقى دافي نوعا ما، ونغطيهم 10 ايام وهتاكلي احلى مخلل ممكن تاكليه في حياتك. كل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب، وارفع الغمة يا رب ونجي الأمة، اللهم امين يا رب العالمين. بشكركم جدا، سلام عليكم.